بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد محب عصافير الكوكتيل. في الفيديو ده إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن متطلبات مشروع مزرعة عصافير كوكتيل. عندنا في 4 نقط أساسية طبعا لازم يعني نبقى عارفينها. أول حاجة طبعا رأس المال اللي هنبدأ بيه، هنحدد رأس المال اللي هنبدأ بيه كام. وبعد كده مكان مناسب، طبعا مكان مناسب للتربية من حيث التهوية ودرجة الحرارة وعوامل تانية هنتكلم فيها في فيديو آخر إن شاء الله. ومصدر المية، طبعا هنحتاج مصدر مية عشان مية اللي هنحطها للطيور ومية التنظيف. ومصدر للماء، مصرف للماء، عذرا مصرف نرمي فيه المياه القديمة لو في مصرف صريح خلاص، لو مفيش هنقول أفكار ازاي نتخلص من المياه القديمة ونستفاد منها، ما نرميهاش كده على طول. وطبعا التجهيز الطبي للوقاية والعلاج من الأمراض، لازم يبقى في تجهيز طبي فيه بعض الفيتامينات وأملاح وطبعا بعض الأدوية الأساسية اللي لازم تبقى موجودة في المزرعة تحسبا لأي طارئ. مثلا هنبدأ مشروع برأس مال 2500 جنيه، وطبعا ده كده بالنسبة للمشاريع فده كده مشروع صغير يعني لسه بيبتدي. ولنفترض ان سعر الجزر 400 جنيه مكون من ذكر حبشي وأنثى لاتيني جاهزين للشغل. هنقسم 2000 على 400 هيطلع عندنا 5 أزواج، وهيبقى عندنا 500 جنيه دولت مستلزمات. طبعا هنشتري 5 عيون، العين ب45 جنيه من السوق اللي موجود سوق الجنينة. 5 عيون في 45 جنيه يبقى توتال العيون 225 جنيه. هنشتري 6 مسائي، 5 مسائي أساسية ومسا احتياطي لو مثلا مسا اتكسرت أو أي حاجة، طبعا ديت لازم يبقى فيه مسا احتياطي عندي يساوي 24 جنيه. و6 أطباق للأكل برضك زيها اللي فاتت، 5 أساسي واحدة احتياطي ب18 جنيه، كده يتبقى 233 جنيه. هنشتري أدوية وفيتامينات وأملاح ب100 جنيه، وطبعا هنقول لكم الأدوية اللي بنستخدمها هنا في مزرعتنا احنا، هنقول لكم على أسماء الأدوية طبعا كلها في فيديو هينزل الجزء الطبي دوت اللي في المزرعة يعني. هنقول لكم على أسماء الأدوية والفيتامينات والأملاح وكل حاجة هتبقى موضحة بالصور والاستخدام، ولو حد محتاج أدوية ممكن نقول له اشتريها منين برضك. كده يتبقى معانا 133 جنيه. هنشتري طبعا كيلو عظام حبار دوت ب20 جنيه، يتبقى 113. هنشتري 6 مشابك سيبيا عذرا ب12 جنيه. يبقى طبعا 5 أساسي واحد احتياطي برضك لو واحد باظ واحد اتكسر لأي سبب ما يبقى في واحد احتياطي. وطبعا الفلوس المتبقية نشتري بيها بلكم وفلارس. طبعا ما بننصحش ابدا ان احنا ناكل دنيبل الكوكتيل الا في حالات يعني نادره جدا اللي هو في التلييس، وده طبعا مش هنتكلم عنه دلوقتي. دي كده يعني زي دراسه جدوى بسيطه لازاي نبدا مزرعه. طبعا ده فيديو تمهيدي مش فيديو اساسي. هنعمل فيديوهات ان شاء الله ورا دوت على طول، هيبقى فيديو هنقول فيه ازاي يعني احنا هنا دلوقتي قلنا كتقسيم بشكل عام. هنقول هيبقى فيه فيديو ببعض الاخطاء اللي بيقع فيها المربين. وهنقول ازاي نجهز المكان بشكل مناسب جدا ان هو ما يأثرش على ريش الطيور ويحافظ عليه، ما يبقاش مثلا سبب، لان في ناس الطيور بتاعتها ريشها بيقع بسبب ان الشمس ما بتوصلهمش خالص. هنتكلم في الموضوع ده، وهنقول افكار حلوه جدا ان احنا ازاي نستخدم المياه القديمه ديت بدل ما نرميها. وهنقول لكم التجهيزات الطبيه وكل حاجه ان شاء الله في فيديوهات جايه، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله محب عصافير الكوكتيل.